لو كل شوية بتشوف كورس جديد أو قناة جديدة أو كتاب جديد يبقى دي الغلطة رقم 5. وللي ما يعرفنيش أنا فراو شيرين، خبرة أكتر من 10 سنين في مجال تعليم اللغة الألمانية. ليه بقى ده غلط؟ لأن ده يعتبر تعدد مصادر، والمصادر الكتير بتعمل لك تشتت، وده هتلاقي نفسك مع الوقت وقفت الكورس كله أو وقفت تعليم اللغة الألمانية كلها أو حسيت بإحباط. فلو عايزين نصيحتي، هو مصدر واحد احنا حابينه وفاهمينه ونخلصه للآخر. تاني، مصدر واحد ونخلصه للآخر، ومع الوقت هتلاحظي أو هتلاحظ فرق في المستوى وفرق ملحوظ كمان في المستوى. وما ننساش شعارنا: اللغة لا تحفظ ولكن اللغة تستخدم. وهدف إن شاء الله إن أنت أو أنتي تتكلمي الألماني بثقة، ومن النهاردة مش من يوم الصفر. ولو حابين تقولولي انتوا دلوقتي بتذاكروا من كام مصدر، هستناكم في التعليقات، واستنوني في غلطة جديدة إن شاء الله. تشوس.